انتوما بركه عليكم من انستغرام والفلتر وديك هذا. داك الراجل اللي كتشوفوه تما ما كاينش. ها بصح ها ديال بصح وما هذا. ها هذا ديال بصح. حيت شوف بنتي راه طرتي ولا نزلتي من كثرة ما غتبقاي تسكرولي في لي موديل ديال لي زابارتمون، انواع ديال الخوامي في كذا، ملي غيجي هذا ماشي هذا اللي دوا عليه، هذا ملي غيجي اللي دوا عليه، هذا اللي غيدوا عليه خويا الله يجازيه بخير، راه انت بالنسبه لك سقف التطلعات وصلتيه للسماء الدنيا، هو جاك على حساب السقف ديال الدار، فراه ما يمكنش ما غتلصقش. اولا غتقولي المهم نعدي وتيجيب الله شي راجل. تفهمنا؟ فغتلقى بنادم يتسخط على حاله بسبب اش؟ بسبب المقارنات، وهذا راه فايتنا هضرنا عليها، كنظن غالبكم شافني هضرت على هذه القضيه. الاشكال ديال المقارنات ما تقارنيش من الناس، داكشي اللي كتشوف فيه ما كاينش. السيده كانت كدوز عند واحد الطبيبه نفسانيه على قبل مجموعه من الازمات، قالت لها رقم واحد اللي قالت لها قبل ما نحطوا يدينا في حتى حاجه غتقطعي السوشيال ميديا. ما عاد زادت معاها قالت لها انت متابعه فلانه؟ قالت لها قالت لها شي هذيك فلانه اللي انت متابعاها؟ علاش متابعاها؟ لانها اسره متماسكه وزوينين كيتصوروا تيضحكوا وكذا الى اخره. قالت لها هي وراجلها متبعين عندي على الادمان على الكحول، اللقطه الوحيده اللي كيتصوروا فيها مجموعين هي اللي كيتصوروا باش كيبيعوا لك انت الوان. قالت لها باش نسالي معاك من الاخر، قالت لها ودابا قطعوا وغادي نبداو في العلاج. دعك من الاوهام. وتنت ديك اللي غتلقاها مصوره ودايره بحال هكا زعما توقدا من الناس كتصفقي، ما كايناش حتى هذيك، ما كايناش. شتي انا دير لي فلان وندير لك بحالك غنبان لك بوبوصه. لا وما تبقاوش تكذبوا على ريوسكم، راه مصيبه. الدريه حاطه افاتار مصيبه بالاي اي ديال وحده في الجمال ديال الاكس ايكغيك ولا الفا بيتا، ومصوره حدا الكعبه تتقول يا ربي، واحد دمعه طالعها من الجنب وانت كتسحب راه هي ولا ماشي هي. هذيك ما كاينه في حتى قنت في الكوكب، كاينه عندك في التليفون فقط. فبقى تضحك على راسك. ملي كنهزوا سقف التطلعات لشي حوايج ما كايناش في الواقع، اش تيوقع؟ كتوصل واحد الوقيته ملي كنصطادموا بالواقع اكثر من القياس كنقولوا غادي نسلكوا باللي كاين. هذاك ماشي اللي كاين، هذاك راه ربما لقيتي افضل ما كاين. انت كتعتبروا نسلك باللي كاين وكتعيش حياتك كلها على المرار ديال انه علاش ما صدقاتش ليا مع ديك اللي كنت كنقلب عليها. ودائما اجمل زوجه هي زوجه الاخر.